ليه بنخاف نكون عاديين؟ هنا وقال الهدهد: إحنا مش بنحكي التاريخ، إحنا بنسأله. عمرك خاف تكون شخص عادي؟ مش خوف من الفشل، مش خوف من الفقر، خوف من حاجة أعمق، خوف إنك تعيش وتموت ومحدش ياخد باله، خوف إن حياتك كلها تعدي وما تبقاش حكاية، خوف إنك تبقى واحد من الملايين اللي عاشوا ومشيوا وزي ما جم راحوا. الخوف ده مش جديد، مش نتيجة السوشيال ميديا ولا نتيجة ثقافة النجاح السريع. الخوف ده قديم قدم الإنسان نفسه. لما الإنسان الأول وقف قدام النار لأول مرة ما كانش بس خايف من الظلام، كان خايف من النسيان، إن الكهف اللي نام فيه ما يفضلش، إن الأثر اللي ساب يتمحي، إن اسمه ما حدش يفتكره. وعشان كده رسم على الحيطان، وعشان كده حكى حكايات حوالين النار، وعشان كده أصر إن اسمه يتقال، مش لأنه غرور، لأنه خوف من إن وجوده ما يكونش كفاية. لو رجعنا لأي قبيلة قديمة هنلاقي حاجة غريبة. الناس العادية ما كانوش بيتكلموا عنهم، اللي كان بيتحكي عنه هو الصياد اللي قتل الأسد، المحارب اللي رجع منتصر، الحكيم اللي قال كلمة غيرت القبيلة، لكن اللي عاش حياة هادية، اللي ربى ولاده وزرع أرضه ومات مرتاح، محدش حكى عنه. مش لأنه كان قليل القيمة، لأن القبيلة كانت محتاجة رموز، كانت محتاجة تحس إن في ناس فيها أكبر من الباقيين، عشان الباقيين يلاقوا معنى يعيشوا عشانه. الإنسان من زمان كان عايز يتشاف مش بس يكون، وده اللي خلى الأبطال ضرورة. التاريخ عمره ما كان عادل. لو فتحت أي كتاب تاريخ قديم هتلاقي إنه بيحكي عن ملوك وغزاة وأنبياء وقادة، لكن مين اللي كان بيزرع الأرض؟ مين اللي كان بيبني البيوت؟ مين اللي كان بيعيش ويحب ويموت بهدوء؟ دول اختفوا، مش لأنهم ما كانوش موجودين، لأن التاريخ ما بيحكيش عن العاديين، التاريخ بيحكي عن اللي سابوا أثر حتى لو كان دم. وده خلى الإنسان يحس إن لو ما سبتش أثر يبقى كأنك ما كنتش موجود، لو ما عملتش حاجة كبيرة يبقى حياتك راحت هدر. الخوف من العادية بقى خوف من المحو، من إن الزمن يعدي عليك وكأنك ما كنتش فيه. الأساطير كانت أخطر لأنها ما كانتش بتحكي عن ناس حقيقيين، كانت بتحكي عن أنصاف آلهة. جلجامش اللي راح يدور على الخلود، أخيل اللي اختار المجد على الحياة الطويلة، هرقل اللي تحمل 12 محنة عشان يبقى خالد. كل دول كانوا بيقولوا نفس الرسالة، إن العظمة هي الطريق الوحيد للبقاء، وإن العادي ينتهي وينسى. حتى الأساطير اللي اتكلمت عن أشخاص عاديين كانت بتحولهم لأبطال في الآخر. ما كانش فيه أسطورة عن واحد عاش حياة بسيطة وسعد. الحكايات كلها كانت بتقول لازم تتألم، لازم تحارب، لازم تثبت نفسك، وإلا ملكش مكان في الذاكرة. الفن كمان كرس الفكرة دي. الشعر كان بيمجد الأبطال، المسرح كان بيحكي عن الملوك والآلهة، الرسم كان بيخلد وشوش العظماء، لكن الفلاح، الصانع، الأم اللي ربت عيالها في هدوء، دول ما كانش ليهم مكان في الفن، لأن الفن نفسه كان بيدور على الاستثنائي، كان بيدور على اللي يستحق إنه يتحكي. وده خلى العادي يحس إنه مش كفاية. والإنسان الحديث، هل الخوف اختفى؟ لأ، هو بس اتشكل بشكل جديد. دلوقتي الإنسان مش خايف من النسيان بس، هو خايف من الاختفاء، وهو لسه عايش خايف إن حد ما ياخد باله عليه. ليه؟ خايف إنه يبقى واحد من الناس، خايف إن حياته تعدي وما يبقاش فيها حاجة مميزة. وعشان كده بقى كل واحد فينا عايز يثبت إنه مش عادي، عايز يبقى عنده حاجة تخليه يتشاف، شهادة، منصب، إنجاز، متابعين، صورة تنتشر، فكرة تتقال باسمه، أي حاجة تخليه يحس إنه موجود، مش لأنه مغرور، لأنه خايف إن الحياة تعدي عليه ويبقى مجرد رقم. لكن السؤال هو العادية فعلاً فشل؟ لو واحد عاش حياة بسيطة هادية بلا ضجة، حب، اشتغل، ربى عياله، ساعد اللي حواليه، ومات بلا عناوين كبيرة، هل ده يبقى حياة ضايعة؟ التاريخ هيقول أيوة، لأن التاريخ ما بيحكيش عن الهدوء. الأساطير هتقول أيوة، لأن الأساطير ما بتمجدش البساطة.
السوشيال ميديا هتقول أيوه لأنها بتقيس الوجود بعدد اللايكات، لكن الحياة ما بتقولش حاجة، هي بس بتسأل أنت عايش عشان مين؟ الطموح مش غلط، إن الإنسان يبقى عايز يعمل حاجة كبيرة ده شيء جميل، لكن المشكلة لما الطموح يبقى هروب من فكرة إنك عادي، هروب من إحساس إنك مش كفاية، هروب من خوف قديم زرع فيك من آلاف السنين. ساعتها الطموح ما بيبقاش اختيار، يبقى إجبار، وده بيخلي الإنسان يعيش طول عمره بيثبت نفسه، مش بيثبت بيجري ورا فكرة إنه لازم يكون حاجة وينسى إنه أصلاً موجود. أخطر حاجة في الخوف من العادية إنه بيخليك تقيس حياتك بمعايير مش بتاعتك، بتقيسها بنظرة الناس، بنظرة التاريخ، بنظرة مجتمع اتعلم من آلاف السنين إن العظماء بس هم اللي يستحقوا الذكر، لكن أنت مش عايش عشان تبقى ذكرى، أنت عايش عشان تعيش. وفي النهاية الخوف من العادية خوف من إيه بالظبط؟ خوف من النسيان، خوف من الاختفاء، خوف من إن حياتك ما تبقاش ليها معنى كبير، ولا خوف من إنك تواجه الحقيقة البسيطة دي إن الحياة مش محتاجة تكون استثنائية عشان تكون جميلة، إن الوجود مش محتاج يتشاف عشان يكون حقيقي، وإن الإنسان مش محتاج يبقى بطل عشان يكون إنسان. وقال الهدهد